لسه مكملين في سلسلة الزيوت. النهاردة هنعمل زيت حبة البركة. ناس كتيرة جدا طلبته. عارفين الزيت ده زي ما بيقولوا كده معجزة، بيقلل من ظهور الشعر الأبيض، بس طبعا مش بيخفيه ولا يمنعه، لا، بيقلل من ظهوره. يعني مثلا لو بيظهر الشيب عندك بسرعة، مع استعمال الزيت ده بيخليه قليل جدا، يعني بيخليه قليل ان هو يظهر في الشعر. مفيش اي حاجة في الدنيا تمنع الشيب مرة واحدة، لأ، إحنا ممكن نقلله بالوصفات والعلاجات. وفي كمان حنة علاجية، هصور لكم فيديو وأنا بعمل الحنة العلاجية. الحنة دي حلوة جدا، علاجية بجد. هعملها قدامكم، وفي كمان مجموعة زيوت جاتني هوريها لكم، وهعمل كل حاجة قدامكم. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول ونشوف عملناه ازاي. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي زوزو، ما تنسوش تشتركوا في القناة، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نقول بسم الله العذراء حبيبة قلبي أم النور، ونبدأ كده على طول. أول حاجة عندي حبة البركة أو الحبة السوداء حسب ما بتسموها أو حسب ما بتقولوا عليها اسمها عندي حوالي معلقتين صغيرين. هطحنهم في المطحنة وهنرجع نشوف شكلهم. يا دوب بس كده تكسروا علشان اللون الأسود والفايدة اللي جواه تطلع في الزيت. بصوا هتطحنوها في المطحنة بالشكل ده. انا هنا استخدمت معلقتين صغيرين حبة البركة، تقدري تحطي اكتر من كده. وعندي هنا نص كوباية زيت دوار الشمس او زيت ذرة او زيت زيتون، اي نوع زيت يعجبك استخدميه. كمان انا عندي زيت حبة البركة، فعملت كمية صغيرة علشان ما يبقاش كتير عندي ويتركن. فعلشان كده عملت كمية صغيرة. بعد كده هجيب الخلاط وهحط فيه حبة البركة اللي انا طحنتها مع نص كوباية الزيت، وهضربهم كويس قوي حوالي دقيقتين 3 لحد ما يبقوا الشكل ده. تضربيهم كويس مع بعض لحد ما يتجانس كده مع بعض، وتحس اللون الاسود وكل الفوائد طلعت في الزيت. بعد كده احطهم في البرطمان صغير كده. بس اهم حاجة البرطمان يكون جامد كده علشان ما يفرقعش في وشك، لان في ناس سألتني نوع البرطمان الازاز ده ايه. ممكن تستخدمي البرطمانات اللي هي مكان النوتيلا او العسل، عسل ابيض او المربى، الحاجات الجامدة دي، لكن اي حاجة خفيفة هتفرقع في وشك. بصوا ده شكله. وبعد كده هقفله كويس قوي وهعمله حمام مائي. اهم حاجة في الخطوة دي كلها الحمام المائي. نرجع لموضوع البرطمان تاني. بصي تعرفي ازاي حلو او وحش وممكن يفرقع في وشك ولا لا؟ السمك بتاع البرطمان نفسه هتشوفيه كده تقيل ولا خفيف. لو حسيتيه خفيف كده ده تتأكدي على طول اول ما تحطيه في المية هتلاقيه طق كده وفرقع في وشك. لكن لو سمكه تقيل كده شوية مش هيطق ابدا ولا هيفرقع خالص. وكمان في برطمانات كتيرة جدا فيها مربى وفيها عسل والحاجات دي بتبقى خفيفة برضو، فخدي بالك اختاري الحاجة اللي سمكها يكون تقيل كده شوية علشان لما تحطيها في المية ما تفرقعش ولا تطق منك خالص. بصوا انا بديت ان انا احطه في الميه، وزي ما قلت لكم كل مره في الزيت، يعني في اي نوع زيت انا بعمله حمام مائي. ما تخلوش الميه اول حاجه تغلي، علشان الميه لو غلت اكتر اول ما تحط البرطمان حتى لو كان سمكه حلو هتلاقيه طق كده وفرقع. فلازم يكون الميه كده اولها بس تكون منمله، وبعد كده لو غليت مفيش اي مشكله خالص. وطبعا بعد كده هنكون مهدين النار، مش عاليه قوي ومش هاديه قوي، وهتسيبيه في الحمام المائي حوالي من ربع ساعه لتلت ساعة بالكتير على نار هادية. وبعد كده هوريهولكم بعد ما اطلعه من المية. ده كده شكله، هو لسه كده دافي شوية، انا سبته لحد ما يهدى علشان اعرف امسكه وافتح البرطمان. وريحته كمان ريحة حبة البركة اللي احنا عارفينها اللي احنا بنحطها في الليمون والحاجات دي. ريحته قوية بصراحة وتقيل كده وجميل. هبتدي احط كله في طبق كده، وبعد كده هغسل البرطمان علشان طبعا لسه هصفيه ما يكونش فيه اي شوائب ولا اي تفل من حبة البركة خالص، تكون كده صافية وجميل وما فيهوش اي حاجة خالص. ده شكله شايفين مركز، يعني مركز. وفي ناس طلبت مني زيت القطران. بصوا مجموعة الزيوت كلها هعملها بس واحدة واحدة كده. اي نوع زيت طلبته موجودة في البيت بعمله على طول، لكن اللي مش موجود عندي طبعا بطلع وبشتري الحاجات دي والطلبات دي. فاعذروني لو انا قصرت معاكم في اي حاجة. كل سلسلة الزيوت ان شاء الله هعملها. انا بقرا كل التعليقات على فكرة وبشوفها وبكتب اي نوع زيت انتوا عايزينه وهعمله لكم ان شاء الله. كمان التعليقات اللي انا مش برد عليها، من كمية التعليقات بأمانة انا مش بقدر اكتب كده بايدي لان كتير بصراحة، لكن التعليقات اللي هي مثلا خفيفة كده شوية كام تعليق كده برد عليه.
لكن لما تكون كمية كتيرة صعب جدا. لو حطيتوا نفسكم مكاني انتوا نفسكم كده هتتعبوا من كتر الكتابة. فباخد كل الطلبات اللي انتوا كتبتوها، اي انواع زيوت او للشعر او الاكل مثلا، بكتبه وبعرفه انتوا عايزين ايه، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كل اللي انتوا عايزينه. قريب ان شاء الله هعمل حاجات كتيرة جدا. وكمان الصبغة الطبيعية للشعر الابيض هنعملها باللون البني. احنا مش هنقول صبغة ولكن حاجات طبيعية كده، يعني قصدي هنضيف مكون كده على الحنة. بصوا انا بعد ما صفيته كويس قوي بقطعة قماش، المرة دي ما عملتش بشراب، عملت بقطعة قماش. بصوا ده شكله مركز جدا وريحته قوية جدا وبصراحة حلوة قوي. بصوا ده تستخدموه ازاي، هتحطوه على الشعر عادي زيه زي اي زيت، وهتعملوه تدليك، وهتغطي شعرك بعد كده ببونيه او بكيس، وهتسيبيه ساعتين وخلاص. وبعد كده تغسليه بالشامبو، وهتكرري الموضوع ده مرتين في الاسبوع. بصوا زيت حبة البركة عسل كده للشعر الابيض بالذات، مش بيخفي الشعر ولكن بيقلل ظهور الشيب، يعني بيقلله مش بيمنعه. الحاجات دي عايزة استمرارية علشان تلاقي نتيجة. اي نوع زيت او اي وصفة لازم عايزة كده وقت، لكن الشعر الابيض خالص ده، ابيض خالص خالص، ده مش هينفع بصراحة مع اي وصفة. هتعملي مثلا حنة او تحط عليها المكون اللي انا هحطه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ممكن تنفع معاكي، لكن هتشيل الشعر الابيض لا. علشان ابقى صريحة معاكم، اي وصفة بعملها لاي شعر ابيض انا بقصد في الفيديوهات الشعر الابيض اللي هي مثلا كام واحدة كده في الشعر. احنا بنعمل وصفات علشان يقلل ظهور الشيب، ولكن لو الشعر كله ابيض مش هينفع معاكي اي وصفة. وانا اسفة انا مش بسد نفسك ولا اي حاجة. لازم تعملي صبغة، بس الصبغة تكون طبيعية اللي انا هعملها ان شاء الله الفيديو اللي جاي. وزي ما وعدتكم اي وصفة بعملها سواء كان حنة او اي حاجة انا بنفسي هطلع احطها قدامكم. بصوا بقى الزيت اللي انا ماسكاه ده زيت الجرجير اللي انا عملته قبل ده. ليه انا طلعته في الفيديو؟ لان واحده بتقول انا عملته وتاني يوم لقيت اللون اتغير تماما. طيب انا اهو بقالي 3 ايام او 4 تقريبا كده من ساعه ما عملته، اللون بتاعه زي ما هو، وفتحته لك اهو ووريته لكم زي ما هو اللون والريحه وكل حاجه، ما اتغيرش ولا حصل له اي حاجه خالص. ممكن لو هيغير لونه هيبقى لونه زيتي، لكن مش هيغير لونه الاصفر والحاجات دي. وزي ما قلتلك كمان لو البرطمان من الاول فيه نقطة مية تعرفي على طول كل حاجة تتغير فيه، الريحة واللون وكل حاجة. زي ما انتم شايفين اهو بأمانة عسل ومفيش اي حاجة حصلت فيه. وكده خلصنا زيت حبة البركة. شايفين مركز كده ولونه اسود وحلو قوي بصراحة. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. وده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو اذا عجبكم واشتراك في القناة. كمان ما تنسوش تعملوا فولو على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك. اشوفكم تاني قريب وباي باي.